انت بتخس غلط لو بتاكل اقل من 1000 سعر حراري ومش بتخس. لو حاسس ان جسمك بقى عندك ومفيش نتيجة، تعال اقول لك ليه المشكلة مش في جسمك، المشكلة في المعلومة اللي صدقتها. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذية علاجية ورياضية، والنهاردة هنتكلم عن واحدة من اشهر خرافات الدايت اللي بسمعها كل يوم. الخرافة بتقول كل ما اقلل اكلي اكتر هخس اسرع. بس الحقيقة انت كده بتأذي جسمك من غير ما تحس. خليني اوضح لك. لما بتقلل اكلك جامد، خاصة لما بتنزل عن 1200 سعر حراري في اليوم، جسمك بيدخل في حالة طوارئ، يفتكر ان في مجاعة فيبدأ يقلل الحرق، وده احنا بنسميه علميا ميتابوليك ادابتيشن. يعني معدل الحرق BMR ممكن يقل بنسبة توصل ل 20% او اكتر. وطبعا بدل ما تحرق دهون، جسمك بيحاول يحتفظ بيها ويبدأ ياخد من العضلات، والنتيجة وزنك ممكن يثبت وتبان اضعف، جسمك يبدأ فيه ترهلات، ومودك يبقى مش مظبوط وتحت الصفر. متخيل معايا السيناريو ده؟ واحد بيقول انا باكل وجبة واحدة في اليوم يدوب 700 او 800 سعر، وبنام جعان ومع ذلك مش بخس برضه. طب ليه؟ علشان جسمك ذكي جدا، اول ما يحس ان مفيش اكل كفاية يبدأ يدخل في حالة اسمها starvation مود او وضع المجاعة. ازاي؟ يبدأ يقلل الحرق ويبدأ يخزن اي حاجة بتدخل كدهون، يعني بدل ما تحرق بتخزن. كمان الجسم بيبدأ يضحي بحاجات كتير علشان يوفر طاقة، تلاقي التركيز قل، المناعة ضعفت، والهضم بقى تقيل. والبنات كمان ممكن يحصل لهم لخبطة في الدورة الشهرية وتساقط شعر. كل ده لأن الجسم مش لاقي بنزين يشغله. والمشكلة الأكبر إن كل ما تقلل الأكل بالشكل ده، كل ما جسمك يقاوم أكتر ويدخل في دايرة مغلقة، وزن ثابت وتعب ومفيش نتيجة.